يا صباح السعادة والهنا والرضا وراحة البال، وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. فيديو النهاردة كله حاجات في الحلويات. هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل البسبوسة المرملة الجميلة دي. مش انا اللي هعملها بصراحة، مصطفى جوزي هو اللي عملها. هو قرب يسافر وقلنا له قبل ما تسافر لازم تعمل لنا حاجة حلوة. هو بصراحة ما بيتأخرش عننا في اي حاجة. قام وعملها. البسبوسة دي أول مرة نجرب النوع بتاعها. قبل كده عملت معاكم كذا وصفة بسبوسة. جربنا حلو الشام وجربنا كمان 5 minutes اللي هو 5 دقايق. والاتنين بصراحة كانوا حلوين. لكن المنتج ده أحلى بكتير. أول حاجة ابتدى يعملها عمل الشربات. هنحتاج مع بعض ايه؟ هنحتاج لنص كوباية من السمنة، وكوباية من اللبن، ومعلقة كبيرة من العسل. اهي نص كوباية من السمنة، والسمنة تكون دافية مش باردة. وكوباية من اللبن الدافي، ومعلقة عسل. بصي هنا احنا ما عندناش عسل فاستخدمنا معلقة كبيرة من السكر. يعني اتصرفي باللي عندك. وهنا الكيس المكونات بتاعته هنشوفها مع بعض. اول حاجة استغربناها ان مش مكتوب عليها اننا نحط زبادي. المفروض في كل علبة بسبوسة بيبقى مطلوب ان احنا نعمل نضيف واحدة زبادي. فدي مش مطلوب فيها زبادي، وهوريكي بعد كده ليه اكتشفنا ليه ان مش مطلوب فيها زبادي. و هنشوف دلوقتي مع بعض بقى طريقة التحضير مكتوب عليها. كل حاجة مكتوب عليها بالتفصيل. اسمها ايه؟ اسمها بيكلاند. بيكلاند. واحسن حاجة فيها زي ما انت شايفة كده ان المكونات مكتوبة على ظهر العلبة. وكمان الخطوات مكتوبة بالتفصيل، فمش هتتوهي ومش هتتلخبطي. بصي اول حاجة مكتوبة فوق على ايدك الشمال، اللي هي مكتوب عليها عسل البسبوسة. دي طريقة الشربات العادية جدا بتاعتنا. اللي هي كوبايتين من السكر، عليهم كوباية من المية يغلوا، ويبقى عليهم عصرة ليمونة. الحتة التانية على اليمين مكتوب عليها هنضيف ايه على مكونات الكيس. الكيس من جوه عبارة عن كيس واحد بس مفهوش مكسرات. المكسرات جوه البسبوسة، وهي عبارة عن جوز هند بس. وهنضيف عليها بقى المكونات اللي قلنا عليها: سمنة، لبن، سكر. المفروض بدل السكر نحط معلقة عسل. هنا مصطفى بقى كان بيحط المكونات اللي قالوا عليها. معلقة السكر الكبيرة حط عليها نص كوباية السمنة الدافية طبعا، وقلبناها. وبعد كده هيضيف عليها نص كوباية من اللبن. هتشوفي بقى لما يضيف المكونات دي على بعض هيعمل حاجة شبه الزبادي. يعني هو ما قالكيش تحطي واحدة زبادي أو معلقتين زبادي في الخليط، لأن اللي طلبه منك يعادل زبادي، يعادل زي اللبن الرايب. وهتشوفي دلوقتي ايه. خلاص كده احنا حطينا معلقة السكر الكبيرة، عليها نص كوباية من السمنة، وهنحط نص كوباية من اللبن. وهيقلب كل ده مع بعضه. بصي هيتحول بقى معاكي زي الرايب او الزبادي. وهيبقى ده بقى اللي هنضيفه على مكونات الكيس. سهلة جدا وبسيطة. وعايزة اقولك ان في النهاية طعمها طلع روعة روعة. بصي بقى النتيجة اول ما هيقلب كل ده مع بعضه كويس، هتلاقيه عمل معاكي زي الرايب او زي الزبادي المخفف. هتشوفي دلوقتي. بصي النتيجة: السمنة مع السكر مع اللبن تقل، وقوامه بقى بصي عامل ازاي، كريمي. يبقى ده بديل الزبادي. وعلشان كده بقى فهمنا هما ليه قالوا في العلبة ما طلبوش زبادي، يعني ما قالوش علبة زبادي. تمام كده تمام. هيبتدي يفضي محتويات الكيس عشان ينزل عليهم الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. وطبعا مش هننسى الفانيليا. احنا بنحب نستخدم الفانيليا دي البودر مش الأكياس. دي بتبقى طعمها أغنى وريحتها أحلى. وتعالي بقى واحنا بنتفرج على مصطفى وهو بيعمل لنا البسبوسة، ندردش شوية ونتكلم كلمتين مع بعض. وبعد تجربة 11 سنة جواز عايزة أقولك كام نقطة كده اتعلمتهم. و... واستغربت إن مش ده الجواز اللي كنا فاكرينه وكنا بنحلم بيه. الجواز طلع حاجة تانية خالص. أول حاجة اتعلمتها إن المودة أهم بكتير قوي من الحب. وإن مش مهم مين كلمته تمشي، المهم إن المركب تمشي.
ومش لازم تختاري وتدوري على الراجل اللي ما يتعصبش واللي يسمع كلامك. الأهم ان انتي تختاري اللي بعد ما يتعصب ويطلع كل الطاقة اللي جواه يجي ويرضيكي ويصالحك. دي أهم بكتير قوي من انه في الأول يسمع كلامك ويقولك حاضر واللي تقوليه هيمشي. ومش لازم يكون أغنى راجل في العالم، المهم ان لما يكون معاه ما يبخلش عليكي ولا على ولادك. وما تتعبيش نفسك وتدوري على راجل يكملك، لأن الكمال لله. دوري على الراجل اللي يكمل معاكي، وإن الدنيا مش يوم حلو ويوم مر، لأ هو يوم حلو وعشرة مر. فخليكي فاكرة الحلو عشان تعدي المر. وتعالوا بقى نرجع لمصطفى ونشوف عمل ايه في البسبوسة. بصي هو دلوقتي كده نزل اللبن والسمنة والسكر اللي كانوا في الكوباية على محتويات الكيس. لو تلاحظي هي كده شربت كل اللي هو نزله عليها من الكوباية. بصي هيبتدي برضو يقلب تاني كويس جدا وينزل ببقية كوباية اللبن اللي كانت معانا في الأول. يبقى هي كده خدت ايه، خدت كوباية كاملة من اللبن الدافي، عليها نص كوباية من السمنة الدافية برضو، ومعلقة سكر كبيرة. المفروض نحط معلقة عسل كبيرة، احنا بدلناها بالسكر يعني المتوفر عندك. هيجيب بقى المضرب الويسك ويبتدي يقلبهم كويس جدا مع بعض برضو. بصي بقى احنا المفروض عايزينها تبقى مرملة، مش خفيفة قوي ولا تقيلة قوي، مرملة. تحسي كده ان الدقيق فيها ناعم. بصي ده القوام بقى اللي احنا عايزينه، بس هيمسك الويسك المضرب وهيضربها شوية كده مع بعض. وبعدين هنحضر البايركس عشان ننزل فيها بالخليط ده. بصي اتضربت وبقت تمام كده، جاهزة انها تتحط في صينية وتتدخل على الفرن. لو وصلتي معايا للمقطع ده اوعي تنسي اللايك، اللايك بيدعمني كتير وبيرفع الفيديو وبيعلي نسبة المشاهدة. اللايك هو دعمك الحقيقي ليا. وطبعا كومنت منك يعرفني ان الفيديو عجبك ولا لا. وهستناكي تتواصلي معايا في رقم الواتساب اللي انا بحطه في اول تعليق مثبت. يلا بينا نحضر البايركس بتاعنا علشان ندخله الفرن. اخد شوية سمنة كده بالفرشة ودهن بيها البايركس علشان يجهزها ان احنا نحط فيها الخليط بتاع البسبوسة. عايزة اقولك كمان ان احنا لما حطينا الفانيليا كانت ممكن ما تحتاجش ان انتي تزودي لها فانيليا، لان شكل الكيس جواه كمان فانيليا، يعني كانت ريحتها خطيرة قبل ما نحط الفانيليا فيها. بصي هو دلوقتي بقى بينزلها في البايركس، شايفة ازاي؟ لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، ومرملة وجميلة. بس كده هينزل كل المحتويات في البايركس وهندخلها على الفرن. طبعا مش هنحطها تحت، هنحطها في الشبكة اللي في النص على درجة حرارة متوسطة. لو بعد شوية حسيتي ان انت عايزة تفتحي عليها الشواية افتحي عليها الشواية، لكن احنا شغلناها من تحت بس. يعني في درجة متوسطة، في الرف المتوسط درجة حرارة متوسطة. قعدت حوالي 30 دقيقة. هو فعلا مكتوب على العلبة 30 دقيقة. يلا بقى ندخلها مع بعض على الفرن. بس كده وتقفلي عليها وهوريكي شكلها لما تطلع متحمرة من الجناب. كانت عايزة كمان تتحمر شوية من على الوش، لكن احنا خفنا لونها يتغير، قلنا لا اللون ده حلو قوي. ونزلنا عليها الشربات. وفي النوع ده من البسبوسة مكتوب في العلبة ان الشربات يبقى سخن، يعني شربات يبقى سخن والبسبوسة كمان تبقى سخنة. على عكس ما بنعمل في بقية الحلويات، في الكنافة مثلا لازم يبقى يا الكنافة باردة او الشربات بارد. ففي البسبوسة دي نزلنا شربات سخنة على البسبوسة سخنة. شايفة بقى ما شاء الله شربت كل الشربات، وده يبين انها ناجحة. يعني اول لما البسبوسة تشرب الشربات كله لما تنزليه عليها تعرفي انها كده ناجحة وان طريقتك فيها صح. بس طبعا ما تقطعيهاش وهي سخنة، لازم نسيبها تبرد وبعدين نقطعها. بصي هو هنا كان بيوزع الشربات في كل حتة علشان ايه، تتشرب حتى من الجوانب. وده كان شكلها النهائي وطعمها صدقيني روعة. والشتا خلاص دخل علينا وبنبقى عايزين بالليل حاجة كده حلوة مع كوباية شاي، مع فنجان قهوة، مع كوباية شاي باللبن. طبعا لسه هنعمل مع بعض السحلب بطريقته كمان ان شاء الله، هعمل معاكم السحلب مع بعض.
يعني الشتا بيحب الحلويات مع المشروبات السخنة بالليل. بس كده، ودي كانت تجربتنا مع بعض في البسبوسة السريعة من شركة بيكلاند. يا رب يكون الفيديو عجبك واستفدتي منه. اوعي تنسي اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وهستنى كومنت جميل منك يعرفني الفيديو عجبك ولا لا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.